السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بيه. عامله ايه بس الاول؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. مالك في ايه؟ ما انت لو كنت بتهتم يا احمد كان زمانك رفعت علي سماعة التليفون وقلت لي عملتي ايه يا مراتي. يا بنتي تليفون ايه وجو الستيناتي دوت؟ ما انا جاي اطمن عليكي بنفسي اهو. هو انت مش كنت عند الدكتور النهارده؟ اه. طيب يا حبيبتي، ما انا جاي لك بنفسي عشان اطمن اهو، لسه مخلص شغل وجاي اطمن عليكي. ايه عملتي عند الدكتور النهارده يا حبيبتي؟ كشفت. ها؟ كشفت ايوه كشفتي وايه بقى؟ وجيت على البيت. ما شاء الله. لا حاجه جديده دي ما حصلتش قبل كده. ايوه عملتي ايه عند الدكتور؟ كشفت. ما هو انت اكيد رايحه تكشفي امال رايحه تلعبي. قال لك ايه الدكتور؟ عندي مرض يا لا احمد. اله الا الله. معدي صح؟ وانت مالك بعدت ليه؟ هو معدي؟ حتى لو معدي قرب جنبي. ما قرب. قال لك عندك مرض ايه يعني؟ مش معدي يا احمد، قرب. مرض ايه يا حبيبتي؟ الف سلامه عليك. يا حنين ايه اللي دلوقتي حصل؟ حطيت ايدك على راسي. ما انا بطمن عليك. طلع معدي بقى. شو طب ولا؟ هو معدي بجد؟ لا يا احمد. طب هو ايه؟ طيب ايه قال لك عندك ايه؟ عندي مرض. ايوه كملي بقى. ما هو مرضيش يقلقني على نفسي. يعني ايه؟ يعني هو قال لك عندك مرض بس كده؟ سابها لي مفتوحه. ما حددش نوع المرض؟ لا. مرض بس؟ بس. لا اله الا الله، دي حاجه خطيره قوي. هو سابها لي كده وقال لي ايه، حددي انت نوع المرض. دكتور بيفهم. حددي نوع المرض ازاي؟ مش فاهمك. هفهمك. فهميني كده. اصل انا لما بدخل المطبخ وبقف في المطبخ بحس ان انا سلطانه وبدوخ، ويا شيخ ارضيه المطبخ بتلف بيا. بقول العيب في المطبخ، اقوم طالعه الصاله مروقه احس بصداع رهيب رهيب. اقول العيب في الصاله، اخد الغسيل انشره، يا لهوي ظهري بيقفش عليا. اقول العيب في البلكونه، اقوم نازله السوق اجيب طلباتي الاقي رجلي قفشت عليا. هو كله قافش عليكي كده محدش طايقك؟ لا اله الا الله. ولما بتيجي بقى تذاكري للعيال بيجيلك زهايمر صح؟ بتفهم يا جوزي زي الدكتور بالظبط. بيفهم. هو قال لك عندك مرض وسكت وسابها لك كده. على فكره انا الدكتور ده هقول عليه العيله كلها، اي حد يقول لي عايز دكتوره اوصف له الدكتور ده. انت بقى اصلا يعني عندك ايه؟ ما بشتكيش من اي حاجه، فضل ونعمه الحمد لله، يا رب دومها. طب رحت للدكتور ليه؟ ولا هي زادت فلوس ولا ايه؟ مش فاهم. ما هو انا لما بعمل الحاجات دي بحس بالايحاءات دي، فقلت يبقى في مرض اروح اكشف. فهو قال لك عندك مرض؟ اصل انا اشتكيت من امراض الدنيا كلها. فالحمد لله تحس ان جسمي محس دلوقتي. عارفه انا زعلان قوي. ليه يا جوزي؟ خساره بجد. ليه؟ انا كنت محضر لك حته دي مفاجاه النهارده. ايه يا جوزي؟ اصل انا كنت ناوي يعني والنية لله ان انا اخدك ونخرج بقى وما ينفعش ترجع في كلمتك يا جوزي. يلا بينا. طب والمرض؟ مرض مين يا ابو مرض؟ يلا يا انا جوزي. بس اقول لك هنا بقى انت بتشتغلي مرض. قال لك عندك مرض بتشتغليني طب انت بتشتغليني ليه؟ ما اقدرش يا جوزي. اهدى يا جوزي. طب انت بتضحكي ليه دلوقتي وبتبوظي الفيديو؟